مرحلة الشباب من أكتر الفترات اللي بنكون فيها في تطور مستمر، سواء على المستوى الشخصي أو الفكري، ومن أهم الوسائل اللي ممكن تساعدنا في النمو هي القراءة. الكتب بتفتح لك أبواب جديدة للفهم والتفكير والتطور. في الفيديو ده هنتكلم عن مجموعة من الكتب اللي ممكن تكون إضافة قيمة لحياتك، فيلا بينا نبدأ. الكتاب الأول فن اللامبالاة لمارك مانسون. فن اللامبالاة هو واحد من الكتب اللي بتقدم منظور جديد وغير تقليدي عن الحياة. مارك مانسون بيقول ببساطة إن السعي ورا السعادة والنجاح مش دايما الحل، وإننا ساعات بنحتاج نقبل فكرة إن الحياة مليانة تحديات ونتعلم ازاي نتعامل معاها بدون ما نضغط على انفسنا. الكتاب ده بيدفع التفكير بعمق في ايه اللي فعلا يستحق اهتمامك وايه اللي ممكن تستغنى عنه. من خلال قصص حقيقيه وتجارب من حياته الشخصيه، مانسون بيديك افكار عن كيفيه اختيار المعارك اللي تستحق انك تخوضها، وازاي تتجاهل الضغوطات الغير ضروريه اللي بتحطها على نفسك علشان تعيش حياه اكتر هدوء ورضا. الكتاب ده يساعدك تبني نوع من المرونه العقليه اللي هتساعدك تواجه اي تحديات في حياتك بطريقه اكتر واقعيه. الكتاب الثاني كيف تكتسب الاصدقاء وتؤثر على الاخرين لديل كارنيجي. الكتاب ده بيعتبر من الكلاسيكيات في مجال تطوير الذات والعلاقات الاجتماعيه. ديل كارنيجي بيقدم لك نصائح بسيطه لكن فعاله جدا عن كيفيه التعامل مع الناس بشكل افضل. الكتاب مليان امثله حقيقيه وقصص من حياه ناس عاديه، وده بيخلي النصائح اللي فيه سهله التطبيق. هتتعلم ازاي تكون محبوب وسط الناس وتكتسب مهارات التواصل اللي بتخليك تبني علاقات اقوى سواء في حياتك الشخصيه او المهنيه. الكتاب كمان بيركز على اهميه الاستماع للاخرين وفهم احتياجاتهم ومشاعرهم، ودي مهاره لو اتقنتها تفتح لك ابواب كتيره سواء في الشغل او حياتك الاجتماعيه. الكتاب الثالث الاب الغني والاب الفقير لروبرت كيوساكي. الاب الغني والاب الفقير هو اكتر من مجرد كتاب عن المال. روبرت كيوساكي بيوضح الفارق بين الطريقه اللي بيفكر بيها الاغنياء في المال والاستثمار والطريقه اللي بيفكر بيها الناس العاديين. الكتاب ده يديك استراتيجيات عمليه لبناء ثروتك بطريقه ذكيه، وهيساعدك تفهم ازاي القرارات الماليه الصحيحه ممكن تغير حياتك بالكامل. كيوساكي كمان بيشرح ليه التعلم عن المال والاستثمار من الصغر هو المفتاح النجاح المالي، وازاي ممكن تحول تفكيرك من مجرد التفكير في راتب ثابت لفكره الاستقلال المالي الحقيقي. الكتاب الرابع العادات الذريه لجيمس كلير. جيمس كلير بيقدم في كتابه طريقه مبتكره وفعاله لتغيير حياتك من خلال العادات الصغيره. الفكره الاساسيه في الكتاب هي ان العادات حتى لو كانت بسيطه جدا ممكن يكون لها اثر كبير على حياتك لو استمريت عليها بشكل يومي. كلير بيوضح ازاي العادات الايجابيه مهما كانت صغيره ممكن تساعدك تبني حياه ناجحه ومتوازنه على المدى البعيد. الكتاب بيقدم لك استراتيجيات عمليه علشان تقدر تطور عادات جديده وتلتزم بيها، وكمان تقدر تتخلص من العادات السيئه بطريقه مستدامه. الكتاب ده مناسب لاي حد عايز يغير من حياته للافضل بشكل تدريجي ومستمر. الكتاب الخامس لماذا ننام لماسيو ووكر. النوم جزء اساسي من حياتنا اليوميه، لكن للاسف ناس كتير بتقلل من اهميته. في كتاب لماذا ننام ماسيو ووكر بيفتح عيوننا على الاهميه الحقيقيه للنوم ودوره في تحسين صحتنا العقليه والجسديه. ووكر بيوضح ازاي النوم بيساعد على تحسين التفكير والذاكره والاداء اليومي وحتى اتخاذ القرارات. الكتاب مش بس بيقدم لك نصائح عن كيفيه تحسين جوده نومك، لكنه كمان بيشرح التاثيرات الضاره اللي ممكن تحصل لو ما خدتش القدر الكافي من النوم. الكتاب ده يكون مرشد مهم ليك علشان تعيش حياة أكتر صحة وإنتاجية. الكتاب السادس سيكولوجية المال لمورغان هاوسل. سيكولوجية المال هو كتاب بيقدم لك فهم أعمق للعلاقة بين النفس البشرية والمال. مورغان هاوسل بيشرح لك بطريقة سلسة ليه القرارات المالية مش دايما بتكون منطقية، وإزاي العواطف بتلعب دور كبير في اتخاذ القرارات المالية. الكتاب ده مليان قصص حقيقية وتجارب من ناس مرت بمواقف مالية مختلفة، وده يساعدك تفهم أكتر إزاي تتحكم في تصرفاتك المالية وتخلي قراراتك أكتر حكمة، وهتتعلم إزاي تبني علاقات صحية مع المال، وهتفهم أكتر عن تأثير العواطف والمشاعر على تصرفاتك المالية. الكتب دي مش مجرد صفحات، دي تجارب وافكار هتفتح لك افاق جديده وتغير طريقه تفكيرك. سواء كنت عايز تطور من نفسك او تفهم اكتر عن العلاقات الاجتماعيه، الكتب دي هتكون افضل رفيق ليك في المرحله دي من حياتك. وما تنساش تنزل تحت تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناه كنت مش مشترك، فعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد هنا على القناه. والسلام.